حياكم الله. اليوم الترند هو ترند فرحة الزهرة، بس اكو ترند اخر اللي هو عنوان قوات شيعية مسلحة تتعنون بعنوان ازهريون. بس لا انصدمت من عنوانه وراح تقول لي انت ايش قاعد تخربط، هم الازهر مو سنة؟ لا حبيبي، هذا التشكيل عسكري تابع الى قوات سرايا السلام في العراق. تم انشاء هذا التشكيل بعد مقتل الشيخ ازهر الدليمي في احداث 2007 على يد القوات الامريكيه، وينتشرون في اغلب المحافظات الشيعيه وابرزها الناصريه وكربلاء. سماحه السيد مقتدى الصدر قرر وعلى لسان حال الصفحة اللي ما نعرف من يقودها وزير القائد طرد هذه التشكيلات والبراءة منها، وهذا الحكي على عهدة الناشر اللي هو وزير القائد. جيد هنا السؤال يراوح مكان على قولة السيد القائد، ليش السيد طردهم وليش وصفهم بالميليشيات الوقحة؟ هنا راح نجيب بعض ما نشر وعلى عهدة الناشر. يقول لك وزير الداخلية رايح سامر جماعة موقفين رتل والته، وبالأخير وزير الداخلية زعلان وموجه شكوى للسيد مقتدى الصدر، والسيد بهاي الحالة طردهم. والبعض منهم يقول لك لا، قبل لا يجي الرئيس الإيراني تم استهداف مطار بغداد، وكان الهدف استهداف قاعدة للتحالف الدولي، وأغلب المتواجدين في هاي القاعدة هم مستشارين على قولة الخالة السفيرة. فالبعض اتهم أزهريون بهذا الفعل، لأن جماعتنا وربعنا من القوات المقاومة نفوا هذا الشيء ونفوا هذا الاستهداف. والبعض يقول لك الجماعة خرجوا من الطاعة المركزية للسيد وأخذوا يعتبرون بأمرة مخالفي السيد. وهنا السؤال يراوح مكانه على قولة السيد، هو ليش السيد طردهم؟ موفقين.